هو انت تعرف ربنا هيعمل لك ايه في ليله النصف من شعبان اللي هي بكره؟ حرفيا من كتر حب ربنا ليك ورحمته عليك لازم تعرف ربنا هيعمل لك ايه في ليله النصف من شعبان. اولا انت تعرف اصلا انت هتبتدي اصلا ليله النصف من شعبان؟ هقول لك. ليله النصف من شعبان هتبتدي من مغرب يوم السبت 24 فبراير لغايه صلاه الفجر يوم الاحد 25 فبراير. من كتر بقى حب ربنا ليك ورحمته عليك اللي ربنا هيعمله لك انت في ليله النصف من شعبان، ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها، وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك على كل الحاجات الحرام اللي انت عملتها. في ليله النصف من شعبان ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنك وهيطهر قلبك من كل الذنوب والمعاصي اللي انت عملتها ومن اي حاجه وحشه. بس استنى، خد بالك، ربنا مش هيغفر لك كل ذنوبك ومش هيسامحك ومش هيخليك من الناس اللي هو هيغفر لهم كل ذنوبهم في ليله النصف من شعبان لو انت كنت من الاثنين دول. هقول لك مين هما الاثنين دول عشان تاخد بالك ما تكونش منهم. حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الله لا يطلع على خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع عباده الا، ركز مين هما الاثنين دول، مشرك او مشاحن. المشرك وعارفينه واحنا الحمد لله موحدين بربنا لا اله الا الله. مين هو بقى المشاحن ده؟ هقول لك عشان في حاجه انت عمال تفكر فيها دلوقتي. الشخص المشاحن ده هو اللي في قلبه حقد وغل وحسد اتجاه حد. معنى كده ان لو في حد اذاك وجه عليك وظلمك وكسر بخاطرك وانت مش قادر تسامحه من كتر اللي عمله فيك، معنى كده انك انت مشاحن؟ لا، انت صاحب حق. وفي فرق كبير جدا جدا ما بين الشخص المشاحن وما بين صاحب الحق. بس لو انت طبعا قدرت انك انت تسامح الشخص ده فانت حرفيا هيكون لك مقام كبير قوي 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 عند ربنا سبحانه وتعالى. زائد كمان ان ربنا هو اللي هيجيب لك حقك ثالث ومثلث وبزياده لدرجه انت ابدا ما تقدرش ابدا تتخيلها. بكل بساطه جدا انت تعمل ايه بقى في ليله النصف من شعبان علشان تكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لهم كل ذنوبهم وهيسامحهم على كل الحاجات الحرام اللي عملوها؟ بكل بساطه جدا ما تخليش في قلبك ولا اي حقد ولا اي غل ولا اي حسد اتجاه اي حد، بس كده. وربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك مهما كانت حرفيا قد ايه، وهيسامحك على كل الحاجات الحرام اللي انت عملتها وهيطهر قلبك من كل الذنوب والمعاصي. بجد لو انت بتحب الخير لغيرك خليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده او اعمل منشن لاي حد تعرفه. واخر حاجه زي ما انت عارف انا عموره اللايف كوتش بتاعك.